السلام عليكم. ايه يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مقلة جدا جدا فيديوهاتي، لان ببساطة يا جماعة انا مش عاملة القناة ديت بهدف التربح او ان انا حتى افعلها، يعني حتى مش سائلة الموضوع دوت ولا متابعة وانا وصلت لحد فين مشتركين ووصلت لحد فين ساعات ولا الحاجات دي كلها. انا عاملاها في حب مدام هناء، وان شاء الله هتفضل موجودة كده في حب مدام هناء، لان قبل كده عملت كذا قناة واتحذفوا وكانوا اللي بيحذفوها كانوا يطلعوا فخورين. اهي اللي عاملة حبيبة لمدام هناء وانا مش عاملة، دي فعلا حقيقة حق ربنا، حذفنا لها قنواتها. فان شاء الله ديت تكمل وبس، ومن خلالها اقول لها انا فعلا بحبك، وانتي ست طيبة وست محترمة وتستاهلي كل الخير، واحنا كلنا اخواتك وفي ظهرك، عشان انتي فعلا حق وكلمة حق. بس المهم يا جماعة، انا عايزة اتكلم النهاردة عن مين؟ عايزة اتكلم عن سماح. سماح أخت مدام هناء، صاحبة قناة يوميات أنا وسماح. حاسة باستفزاز منها كبير أوي أوي أوي، على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي. على المستوى العام، على اللي هي عاملاه في مدام هناء، وشايفة إن هي على فكرة ما بتعملش حاجة، وكل لما تيجي تتكلم هو حصل إيه، أنا طالعة أتكلم بكل أدب وبكل احترام، هي على طول مش شايفة حصل إيه. وعلى المستوى الخاص، إن في الفترة الأخيرة بكتب لها تعليقات بتحذفها، أكتب لها تعليقات وتحذفها، وده على فكرة مش من الشجاعة خالص. طلعتي وواجهتي الكاميرا يبقى تبقي شجاعة وعلى قد المسؤولية، لكن تحذفي يبقى انت عارفة هنا ان في خطأ، عارفة ان في حاجة غلط. بس المهم يا جماعة، يعني عايزة اقول لها انت واحدة بتكيلي بمكيالين، انت واحدة بتكيلي بمكيالين، وده عيب خطير. بلس بالإضافة ان انت عندك عيب تاني، عدم القدرة على المواجهة، او بمعنى اصح بتواجهي اللي على مزاجك وتفوتي اللي على مزاجك. دول بتفوّتي لهم ودول بتعدّي لهم بمزاجِك ولمصلحتِك أنتِ بس مش أكتر، أنتِ مكشوفة لينا كلّنا. أنا أولًا قسمًا بالله العظيم ما أعرف مدام هناء ليها عنوان ولا تليفون ولا واتساب، ولا باتواصل معاها بأي صلة خالص، خالص، خالص. هي ما تعرفش عني غير اسمي وبس، بس كده. بس فإحنا لمّا إحنا بنيجي نتكلّم، بنتكلّم من واقع حُبّنا ليها. هتقولي بتدفع لكم ومأجورين وزي أختِك اللي عمّالة تقول خدّامين الخدّامة، لأ اسألي كل القنوات اللي انشقّت عن مدام هناء، أيام ما كنتم معاها، كنتم واقفين في ضهرها، ادّيتكم مليم، دعمتكم دعم مادي، دعمتكم دعم معنوي، ونزّلت أي حاجة عندها على المنتدى، مش هتلاقي، ما فيش خالص كلام من ده. بس بُصّي يا سماح، البداية، يعني اللي أنا كنت فاكرة يعني إن أنتِ أخت مخلصة وإن أنتِ أخت عاشقة لإخواتِك، لمّا موناليزا عملت فيديو عليكِ، أنا مختلفة معاها قلبًا وقالبًا، وهافضل مختلفة معاها حتى لو مدام هنا رجعت واتفقت معاها، أنا عندي مبدأ مش بيتغيّر. لمّا موناليزا عملت فيديو واتكلمت فيه عن بطاقة التموين وإن أنتِ خدتيها وحصل يعني كلام مش حلو عليكِ من قِبل موناليزا، أنتِ ما عليكِ إن أنتِ لبستِ إسدالِك ولبستِ طرحتِك وطلعتِ وعملتِ فيديو، كان ساعتها يوم 1/12 في 24، الفيديو دوّة قعد ساعة 45 دقيقة، الساعة 45 دقيقة اللي تقوليه تعيديه واللي تعيديه تزيديه، المهم يعني هو مضمونه، هو الأمانة عجبني أيامها، مضمونه يعني إن مهما أنتِ غلطتِ فيّا أنتِ هتفضلي أختي لحمي ودمي، أنا عمري ما هارُد الإساءة بالإساءة، أنا عمري ما هاطلع خالص أرُد عليكِ، أنتِ جرحتيني. حتى في الدقيقة 8 قُلت لها جوزِك طلع كذا مرّة في الفيديو بتاعِك واتكلّم علينا وقال علينا كلام كتير مش حلو، بس أنا قُلت معلش عادي، باللفظ أنتِ قُلتِ كده، أنا قُلت معلش عادي، أنتِ يا منى جرحتيني والمتابعين بتوعِك جرحوني وكانوا بينزّلوا تعليقات جامدة جدًا ليّا وتعليقات أزعجتني، وأنتِ كنتِ بتعملي لهم love وكنتِ بتعملي لهم لايكات. بس وقعدتِ ساعتين إلا ربع تتكلمي في الكلام دوّة. أنا مش هاغلط فيكِ، بس أنا يا منى كان ليّا بس عندِك ملحوظة، يا حبيبتي النصيحة في الملأ فضيحة، أنا كان نفسي إن أنتِ كده تيجي لي على الخاص والموضوع دوّة كان هيخلص والموضوع دوّة كان هينتهي والكلام ده كله. وأنا برضه صعبان عليّا برضه من بنتِك إنها تكون صغيرة وتطلع تحاسبن عليّا، أنا برضه خالتها وهي هتفضل طول عمرها بنت أختي، أنا كان نفسي يا منى تقولي لها عيب واتكلمتِ
أنا بصراحة أيامها الفيديو بتاعِك أو الlive بتاعِك ده سلطنّي وكيّفني، قُلت الله! إيه الست المحترمة دي، إيه الست اللي بتعشق إخواتها ديّة، يعني موناليزا الفيديو بتاعها كان قصيّر بس يعني كان الكلام تقيل جدًا، وجوزها اتكلّم وبنتها اتكلّمت وشلفطوك يا سماح. خالص عشان خاطر بطاقة تموين، اتشلفطتِ، وأنتِ طلعتِ بمنتهى الأدب ومنتهى الاحترام، وفهّمتيها حق الأخت على أختها، وإن ما ينفعش كده، وإن كان من باب أولى تطلعي تنصحيني على الخاص، فأنتِ بالتالي بتكيلي بمكيالين، أنتِ ما عملتيش كده مع مدام هناء ليه؟ أنتِ مشكلتِك مع مدام هناء كانت إيه؟ كانت لمّا مدام هناء أنتِ طلعتِ الأول عملتِ فيديو كارثي قال إيه، أنا صاحبة كلمة حق وأنا باقول كلمة حق هناء لمّا بتيجي تتكلم على طليقها بترمي المحصنات، فاكرة؟ ده كانت بداية المواضيع خالص، خالص. بس أنتِ يعني سبحان الله، يعني كما لو إنِّك أنتِ استنيتِ الوقت اللي مدام هناء تعبانة فيه على كل المستويات، حبيبتي تعبانة صحيًا، تعبانة نفسيًا، تعبانة عاطفيًا، متدمرة من كُلّه، من كُلّه، من كُلّه، وطلعتِ صدمتيها بالفيديو دوّة، فيديو ما كانش ليه أي ستين لازمة. ده كان وقته الست كنا إحنا عمّالين نتابع معاها التحاليل ونتابع الأشعّات، وأتاري يا عيني في نفس اليوم، في نفس اليوم شوفي بقى ربنا في نفس اليوم كانت راحت فيه المستشفى، الدكاترة هناك قالوا لها لازم نستأصل الورم بأسرع ما يمكن، بدأ يبقى يتحوّل فيه لخلايا سرطانية، لازم يستأصل. هي هناك في الغربة مش متحمّلة، وأنتِ بدل ما تتابعيها يا أختي نتايج تحاليلِك وأشعّاتِك عملت إيه، طلعتِ بالفيديو دوّة، رمي محصنات وخرا إيه، وإيه ده؟ وهو يستاهل، وهو أصلًا أنا أصلًا هاعمل عليه فيديو تاني، هو يستاهل كل كلمة مدام هنا قالتها عليه، هو ظلمها ظلم بيّن، ظلمها وغدر بيها ونصب عليها وكل حاجة، وباقولها بالفم المليان، الست طلعت تفُك بكلمتين، يعني اللي أنتِ ما قبلتوش على نفسِك قبلتيه عليها، النصايح اللي أنتِ قعدتِ تقوليها كلها لموناليزا بمنتهى الأدب والاحترام، أقسم بالله بمنتهى الأدب ومنتهى الاحترام، طب ما كان باب أولى طب إن أنتِ تقوليها لنفسِك، تسمعيها لنفسِك وتردديها لنفسِك، طلعت مدام هناء كانت منفعلة، كانت منفعلة، ما أقدرش أقول غير كده. كانت على آخرها، بس كانت تعبانة على كل المستويات، طلعت بتصرّخ فعلًا ومنهارة فعلًا وابعدوا عني، أنا ما عملتش قنوات قبلها already كانت موناليزا كانت عملت العملة الكبيرة إن راحت قبلت دعم من قنوات منشقة ومختلفة ومبهدلة مدام هناء وسالخة مدام هناء عشان خاطر الفلوس، وأنتِ ساعتها قُلتِ لها تقبلي دعم من أي حد إلا من خلال الاتنين دُولة لأ. قناتين كانوا تابعين لمدام هناء وكانوا بيحبوها وقلبوا عليها إخلاص أبو رجيلة، رغم إن أنا مختلفة معاها قلبًا وقالبًا، لكن احترمتها لمّا عملت فيديو لموناليزا وقالت لها: "أنا لو منِّك ما اقبلش الدعم اللي جاي عن طريق 2 كارهين أختي." قالت لها: "ده أنا اللي ييجي على إخواتي أطلّع مصارينه." باللفظ كده والفيديو دوّة لسه موجود وهي تُشكر إخلاص في الكلمة ديّة. اللي يقول كلمة حق تتقال واللي يقول كلمة باطل برضه إحنا بنعترف بكل حاجة، ما بنقولش حاجة ما اتقالتش، المهم مدام هناء طلعت بالفيديو ده منهارة وبتصرخ ابعدوا عني، ابعدوا أنتِ جيتِ كمّلتِ عليها بعد العملة السودا اللي موناليزا عملتها، راحوا يعني اتنين طول النهار مبهدلينّي أنا واخواتي واللي خلّفوني، أروح أقبل منّهم دعم! قسمًا بالله ده أنا بانام على البلاطة أنا وعيالي، أنا وعيالي باخد منّهم مليم أحمر، إزاي أنا مش عارفة. جيتِ أنتِ بقى كمّلتِ عليها، التحاليل بتاعتها كانت بدأت تبان، مشاكل كتير مطلوبة كل يوم والتاني هناك في البوليس، الست هناك لوحدها زي ما أنتِ كنتِ بتقولي، غريبة ووحيدة ومريضة وكذا، 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 شافت اللي أنتم بتعملوه طلعت منهارة، ابعدوا عني، حرام عليكم، أنا تعبانة، أنا مش عاملة القنوات ديّة عشان خاطر تطلعوا عليَّ، هي كان عندها حق، أنا لو منِّك أقسم بالله تصعب عليَّ، والله العظيم تصعب عليَّ. والله ومهما قالت كلمة كده والّا كده كانت تفوّت لها، في ظل الظروف اللي هي فيها وهي في الغُربة في آخر الدنيا لوحدها، والله العظيم كنتِ فوّتِ لها، وهي كانت هتراضيكِ، رغم إن هي رَد فعل بس كانت هتراضيكِ، لإن مدام هناء فيها الحتّة ديّة، فيها حتّة المرضية وفيها حتّة الطبطبة، لكن أنتِ ما عملتيش كده، ما فيش 10 دقايق لقيناكِ طالعة بالإسدالِك بس والمفروض من المفترض أو توقعاتي أنا وتكهُّناتي إن أنا كنت متابعاكِ بقى لي أكتر من سَنة، وأنتِ كنتِ بتثقي فيّا وكنتِ بتدّيني مفتاح والكلام ده كلّه،
أنا كنت فاكرة يعني أنتِ هتطلعي تقولي لها نسيب ده كله وأهم حاجة دلوقتي صحتِك، يعني إيه يعني خلايا سرطانية بانت، يعني إيه يعني المفروض الكلمة بتخض، الكلمة بترعب، الكلمة بتخض والكلمة بترعب، بس لقيتِك طلعتِ ويا ريتِك أصلًا بتكلمي والّا بتردي في مضمون الفيديو بتاعها، خالص إطلاقًا، أنتِ كل كلامِك أقسم بالله طول عمرِك خاينة، أقسم بالله طول عمرِك غدارة. عمرِك ما كنتِ صاحبة صاحبتِك، أنتِ بتطلّعي أسرار الناس، أنتِ مش أمينة، أنتِ مش مخلصة، هو في إيه، هو أنتِ كنتِ مستنية لها على غلطة؟ رغم إن المرّة المليون مش غلطة رَد فعل؟ يعني اللي أنتِ عملتيه أكتر من اللي عملته مدام هناء بمرّات ومرّات ومرّات، ده أنتِ كإنِّك شايلة منها السنين دي كلّها بس وما صدّقتِ إن حصل حاجة، أنتِ وأنتِ وأنتِ، بس وأنت يا محمد لازم تتدخّل، مش لازم تتدخّل خلّيتِ الراجل طلع بضايف هو كمان محتار بينكم. بس معلش يا سماح اهدي وانتي بتقولي في الفيديو ان انا مايل ليها هي غريبة ووحيدة ومريضة وعيالها مهما كانوا كبار برضه صغيرين هي هناك بطولة هناك في الغربة وصاحبة مرض بس ده انتي اختي وانتي حبيبتي ده احنا لحد السنة اللي فاتت في المصيف مع بعض بناتي صحاب بنتك لقيناكي برضه بنفس اسدالك طلعتي تاني انت بتعاير بنتي ان طلعت معاك مصيف انت وانت 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 اشمعنى محمد وهناء طب ما مناديزة وجوزها مسحوا بيكِ بلاط اليوتيوب، اشمعنى محمد وهناء؟ بس وإن أنتِ ذلّيتيهم وإن راحوا لِك لحد البيت نزّلتِ لهم ابنِك بالبطاقة وإن هم مش خدّامين، وجوزها طلع ألمة في الخمر عليكم، يعني اشمعنى دُولة اللي طلع والّا عشان خاطر دُولة الغلابة المحترمين، والّا عشان خاطر مناديزة مش هتسلكي معاها؟ بس، ومن هنا بقى بدأت بقى الحرب بقى من ناحيتِك، مدام هناء هو الفيديو اليتيم دوّة وخلاص الست دخلت عملت العملية بتاعتها وخرجت بالسلامة والتفتت لمحتواها، بس أنتِ بقى اللي أعلنتِ بقى الحرب عليها، بعدها بقى سلسلة فيديوهات، 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 وإن كان المضمون من جوّه مش بتجيبي سيرتها، بس كفاية عناوينِك اللي ما لهاش أي ستين لازمة، بس لازم تحطّي فيها سيرة مدام هناء إن شاء الله حتى من بعيد، جعلتني مجرمة. ليه عملتِ كده فيّا حرام عليكِ، بس خدي بالِك أنتِ عمرِك ما كنتِ سِت وتجراسي، أنا غلطانة إني كنت باطبّل لِك، حسبي الله ونعم الوكيل، لأ عناوين كتير جدًا، جدًا، الإيه؟ الأخت المفترية كانت كلمتين محشورين في زوري عن أختي، وندخل نلاقي كلام تاني، بس لازم بتحطّي الtouch بتاع مدام هناء، لازم. بُصّي يا موناليزا م سماح عشان أنا طوّلت أوي، أوي والكلام لمّا جيت افتكرت حسّيت باستفزاز والله يكون في عون يا رب مدام هناء، في نفس التوقيت اللي أنتِ طلعتِ فيه على مدام هناء، كانت في قنوات كتير كانت طالعة عليكِ، زي قصرية مثلًا، زعيمة الشراشيح، كانت طالعة عليكِ وكانت بتقول أقذر الكلام. بُصّي يا أم حور، أنتِ في الفيديو الأخير اللي وجّهتيه لسماح قُلتِ لها أميرة كتبت تعليق وأنتِ حذفتيه. بُصّي يا أم حور هاقول لِك أنا كتبت لها إيه. كتبت لها أنتِ لو قعدتِ مع نفسِك وقُلتِ اشمعنى في يوم من الأيام لمّا كانت قصرية ما كانتش بتقول عليَّ غير إن أنا سودا، إن أنا كودا، إن أنا بُقّي عامل زي مغارة علي بابا، إن كلّمي أختِك بتاعة فرنسا والّا بتاعة أمريكا يبعتوا لِك معجون أسنان، أنا باقرف أتفرّج على فيديوهاتِك من منظر بُقِّك، وفي نفس الوقت بعد أمّا حصل اللي حصل بيني وبين أختي هناء بقيت سموحة. وبقيت الحلوة، بقيت المتدينة، بقيت اللي كذا واللي كذا واللي كذا، دوّة اللي أنا كتبته لها يا محور، وكتبت لها تعليق تاني برضه حذفته، كتبت لها كان نفسي تقعدي مع نفسِك، لأ يا جماعة لأ ده أكيد في error يعني أنا من أقصى اليمين لأقصى الشمال بعد أمّا كانت بتكرهني وبتتنمر عليَّ، على لون بشرتي، على أسناني، على فمي، على الكلام ده كله، بقيت سموحة دلوقتي، لأ ده أكيد في حاجة غلط. حبيبتي ما عملتش كده عشان خاطر سواد عيونِك، عملت لِك كده عشان خاطر تسخني على مدام هناء أكتر، وأنتِ بالفعل سخنتِ، لإني من الأول أنا قُلت لِك أنتِ واحدة بتكيلي بمكيالين، خلاص تمام؟ قالت عليكِ كده، قالت على مدام هناء قالت إيه؟ ده 4 سنين، ده 4 سنين ماسكة سيرة مدام هناء، ده كفاية إن هي قالت لها يوم ما خدتِ البيت بتاع الطيار، قالت لها على المَلأ والفيديوهات دي لسه موجودة، من جبروتها سايباها، لبستِ له قميص نوم وخلّيتيه يسكر ومضّيتيه ومش مضّيتيه. افهمي أنتِ بقى بين السطور بقى، بس وسِكر معاكِ وما سكرش معاكِ دي أقل كلمة قالتها،
اقل كلمه قالتها على مدام هناء. اتكلمت على استاذ محمد كتير، مسميه خميس ايه، خميس ابو ايه. اقسم بالله يعني انا لساني يعف ان انا اقول كده عن الراجل المحترم دوت. بنته منا اللي اتمنى ان جانا بنتي تبقى زيها في ادبها واخلاقها وعلمها. مسميها ايه؟ مسميها البايره العانس. البايره العانس. منا منمونه اللي لسه خريجة السنه اللي فاتت، اللي عندها 21 سنه. لما مدام هناء لما استاذ محمد طلع في فيديو مع مدام شيماء الرقيقه، كيوت اليوتيوب، بونبونات اليوتيوب، لما طلعت وكان ما بيتكلم يعني على ان ليه احباء كتير وبيثقوا فيه، بيبعتوا له من السعوديه وطلع صداقات ومش عارفه ايه. الست انفعلت وعيطت. طلعت قصريه عملت فيديو طويل عريض مسميها عطيات. عطيات طلعت عيطت مش متاثره في كلام جوزها، ده علشان خاطر جالهم طرد من الفيلا عشان هم سارقينها. والسرقينها. بص يا سماح، مدام هناء حية ترزق، أستاذ محمد حي يرزق، منا، مدام شيماء، كل دول يردوا على نفسهم. أبوكي وأمك ما صعبوش عليكي لما كانت طالعة كل يوم مصممة إن أبوكي حرامي؟ أنا كتبت كده برضه يا محور وحذفت التعليق دوت. يا رب يا محور تكوني سامعاني. لما قالت مليون مرة إن أبوكي حرامي، والدك سيادة المستشار الجليل ده، والله العظيم لما أجي أكتب كومنت لمدام هناء والأستاذ محمد ألاقي كيبورد كتب لوحده سيادة المستشار الجليل المرحوم المحترم حجاج أبو العلا. أبوكي كان حرامي؟ أبوكي سرق فلوس إخواته؟ المزرعة اللي عملها بشقاه ديت واخدها بالسرقة؟ والدتك الله يرحمها الهانم الهنومة من الصغر باينة إنها ليدي. والدتك كانت عشان خاطر انتوا 8 اخوات وتقدر تعيشكوا، ده على اعتبار ان ابوكي مش محامي ولا حاجة، وان اخواتك كدابين، وابوكي حاجب في محكمة. عارفة حاجب يعني ايه؟ يعني قبل القاضي ما يدخل يقول للناس محكمة بس، لكن هو ولا محامي ولا مستشار ولا اي حاجه خالص. عشان خاطر والدتك تساعده في تربيتك، كانت تعمل سويت للعرايس، تروح للعرايس تعمل لهم سويت وتظبطهم قبل حفلات الزفاف بتاعتهم. بس ولما عدد الاولاد كتر، كانت بتروح وتبيع مفتقه للجيران. يعني الغيره ما كلتكيش على ابوكي وامك اللي هم دلوقتي في دار الحق، مفيش لسان دلوقتي يردوا بيه على نفسهم؟ مدام هناء قاعدة عمالة تهاتي، أستاذ محمد عمال يهاتي، وانتي مش فارق معاكي خالص أبوكي وأمك. يا شيخة ده احنا استفزينا عشانهم، ده احنا جسمنا أشعر عشانهم. تلاتة بالله العظيم الفيديوهات اللي كانت قصرية بتقول فيها يا ام بق عامل زي مغارة علي بابا، عايزين أي معجون سنان ينضف سنانك، بقرف وبرجع لما باجي أشوفك، والله العظيم كنت أقول يا رب ما سامح ما تشوفش الفيديوهات ديت. ببقى غيرانة عليكي وأنا معرفكيش وعمري ما شوفتك. انتي ما غيرتيش على أبوكي وأمك. واخيرا طالعه تعملي فيديو الاسبوع اللي فات وتقولي انا ابقى قناه نقد، ويوم ما بداتي انا قلت كده برضه ام محور في تعليق تالت وحذفته. يوم ما بداتي بالنقد تنقدي مدام هناء وتقولي لها الزنا لازم 4 شهود ومش 4 شهود. طب ما تروحي تتشطري على القنوات اللي ماسكه والدك ووالدتك اللي هم مش معانا عشان خاطر يردوا على نفسهم. ما تروحي تمسكيهم. ما تروحي تمسكي القناه اللي الاسبوع اللي فات قصريه لما قالت عليك انتي واختك ان انتوا محدثين نعمه، وقالت باين من طريقة عرضكم للهدايا، وقالت اتقلوا شوية مش كده، وقالت بقول للصغيرة اللي كانت مسميها في يوم من الأيام باريزة، باريزة السودا الكودة كانت مسميها كده، تعمل زوم على ايديها، دلوقتي بقت منمن، بس هم انشقوا عنكم برضو دلوقتي. بس ما تروحي تشطري عليها. راح تعملي فيديو تقولي لها الزنا 4 شهود ومش 4 شهود. طب ما انت عندك 100,000 قضية على اليوتيوب وكلهم يخصوكم، اشمعنى هي؟ اشمعنى مدام هناء؟ بس احنا كلنا عارفين اشمعنى مدام هناء، وانتي برضو عارفة برضو اشمعنى مدام هناء. بس وجاية في الآخر زعلانة تقولي بيعملوا لي صور وبيتنمروا عليا. طب ما احنا مستفزين من اللي بيحصل، مقهورين على سمعة أبوكي وأمك، مقهورين على سمعة اخواتك، مقهورين على الناس اللي انتوا بتدخلوا ترحبوا بيهم وماسحين بكرامتك انتي واختك الأرض. انا مش عارفه اقول ايه بصراحه، والله العظيم انا في منتهى الاستفزاز منك، والله في منتهى الاستفزاز منك. انت واحده بتكيلي بمكيالين. هي مدام هناء وبس اللي انت بس طالعه عليها وفالحه تشطري عليها؟ لا، عندك قضايا تانية كتير وكلها تمسك، بس روحي اتكلمي فيها.